يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من الكوره من على الكنبه. خلصت الجوله السادسه من الدوري الانجليزي ممتاز، وخلصت الجوله الثامنه من الدوري الاسباني. جوله كانت مليانه بالمفاجآت على الفرق الكبيره، وبرضه كانت متوقعه بالانتصارات لفرق تانية. عندك مثلا في البريمير ليج السيتي بيفتتح الماتش الاول ضد نيوكاسل، ولكنه بيقع في فخ التعادل، علشان ده يبقى التعادل الثاني على التوالي بعد التعادل الجوله اللي فاتت 2-2 ضد ارسنال. بعدها ارسنال بيلعب ليستر سيتي في ماتش كان معاه اقرب ضد ارسنال، ولكنه بيقدر انه يفوز بنتيجه 4-2 بعد 37 تسديده، منهم 17 بين العارضه والقائمين، عشان يتساوى في النقط مع مانشستر سيتي ب 14 نقطه ويولع جدول الترتيب. اما عن تشيلسي ومفاجاه الموسم ده مع انزو ماريسكا، بيقدر انه يفوز على برايتون بنتيجه 4-2 مع سوبر هاتريك تاريخي لكول بالمر. على ما اعتقد السنين اللي جايه كول بالمر طول ما هو بيلعب قدام جوارديولا يفضل ندمان على عدم مشاركته ومنح كول بالمر دقائق زياده في السيتي. بالمر بيقدم مستوى جبار جدا من ساعه ما راح تشيلسي الموسم اللي فات. وليفربول بصعوبه بيفوز على الولفز بنتيجه 2-1 بهدف لكوناتي وهدف كالعاده لمحمد صلاح، عشان بعدها نشوف قمه الجوله في مباراه جمعت ما بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على مسرح الاحلام الاولد ترافورد، ولكنها بتبقى مباراه من جانب واحد بس عشان اليونايتد بيقرر ما يجيش الماتش ده، وتوتنهام بيفوز بنتيجه 3-0 مع الرأف. اما في الليجا فبرشلونه بيتعثر في ملعب السدار ضد اوساسونا وبيخسر 4-2. باش احنا زي ما بنكسب بسكور بنخسر برضه بسكور، وخساره يتحملها كامله مستر هانز فليك، وهنعرف ليه قدام شويه لما يجي بالكلام عنها بالتفصيل. عشان بعدها نتفرج على قمه الجوله في الليجا في ديربي مدريد اللي بيجمع ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، ولكنها مباراه كانت ممله جدا 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 وانتهت بالتعادل 1-1، وما كانش فيها حدث كبير قوي غير المشكله اللي حصلت ما بين جماهير الاتليتيك وتيبو كورتوا. فخلينا نشوف ايه اللي حصل خلال الجولتين دول بالتفصيل. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وتعمل فولو لو انت على فيسبوك عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. وخلينا يلا نبدا كلام في الكوره، ولكن من على الكنبه. نبدا مع الدوري الانجليزي، وكالمعتاد هنبدا مع ارسنال. ماتش بدا بسيطره كامله من ناحيه الجانرز ومحاولات من اول الدقائق. بوكاي ساكا بيحاول في واحده من بتوعه من بره المنطقه، ولكن الحارس بيتوقعها ويروح لها. بعدها في الدقيقه 20 تمبر بيحف كوره من على الجنب ويلعب كوره ارضيه عشان ياخدها مارتينيلي ويحطها في الزاويه البعيده ويسجل الهدف الاول لارسنال. بعدها على طول في كوره من غلطه من دفاع ليستر سيتي بياخدها ديكلان رايس ويديها لمارتينيلي، ولكن مارتينيلي بيحطها اي حاجه في جسم الجون وبتطلع بره. عشان في نهايه الشوط الاول في محاوله لكلافيوري في منطقه الجزاء، وتقريبا دي كانت ضربه جزاء، ولكن الكره بترجع لارسنال مره ثانيه ويلعبها مارتينيلي لتروسورد عشان تروسورد يسجل الهدف الثاني. وتقريبا هي دي الحاجه اللي ما خلتش فيه جدل تحكيمي على اللقطه بتاعت كلافيوري جوه منطقه الجزاء. لولا كده كنا ممكن نشوف سيناريو ثاني خالص، ولو الحكم رجع للفار كانت هتتحسب ضربه جزاء. يبدا الشوط الثاني وفي كره ثابته ليستر سيتي بيسجل المدافع جيمس جاستن الهدف الاول لليستر عشان يقرب النتيجه ويدخل في المباراه مره ثانيه، لكنه ما لحقش يعمل ده بسهوله لان ارسنال رجع يضغط مره ثانيه بقوه وشراسه، والاستحواذ وصل لارسنال حوالي 70%. وحاول ارسنال في اكتر من كوره ولكن الحظ ما كانش معاه، منها كوره معتاده لارسنال والركنيات اللي حرفيا بقت اشبه بضربات جزاء دلوقتي الارسنال. في كوره برده كالمعتاد بيطلع ياخدها جابرييل بالهيد ولكن الحارس بيتالق ويصدها. وزي ما قلت الحلقه اللي فاتت الركنيات عند ارسنال بقت اشبه بضربات الجزاء، كوره مترتبه كويس وبتتلعب بشكل كويس وبتتنفذ بشكل كويس. فضلت محاولات ارسنال دي شغاله شويه، مره الجول يشيل، مره العارضه تشيل، مره القايم يشيل، وفضل سوء الحظ ملازمنا عشان يجي جاستن في الدقيقه 63 ويسجل الهدف الثاني وهدف التعادل لليستر سيتي عن طريق كرة على الطاير وهدف ولا اروع. وبالنسبه لي ده هدف الجوله في الدوري الانجليزي. ويرجع ارسنال يبدا من الصفر تاني ويحاول تاني ويضغط تاني، ولكن برضه مش جديد، سوء الحظ ملازمنا. في الدقيقه 94 من الوقت الضايع الركنيه الارسنال بتلعب على القائم البعيد، تروسرد بيلعبها بالعرض وبتخبط في نديدي وبتخش الجون، ويبقى الهدف الثالث لارسنال. والحمد لله بعد تعب اعصاب وضغط ارسنال بيقدر انه يسجل الهدف الثالث عشان يعلن فوزه في اللقاء. وكان فاضل حرفيا دقيقتين والماتش يخلص. ارتيتا قال لك الناس بتسال على الواد خيسوس بقالهم فتره، فما نزله يلعب الدقيقتين دول عشان خيسوس اول ما ينزل من على الدكه يستغل كوره ويروح بيها انفراد يحاول يرقص المدافع ويحطها في الجون، ولكن الجون بيصدها فبتخبط وترد لكاي هافرتس ويسجل الهدف الرابع عشان يختمها وياكد على فوز المدفعجيه. فوز ما كانش صعب ابدا على ارسنال لانه في الحقيقه كان مسيطر طول الماتش ومسدد 37 تسديده منها 17 على الجول، ولكن الفريق كان في حاله رعونه ورخوه شديده جدا. وبصراحه مش عايز اقول كلمه تانية يعني، بس مكسب كان معاه يعني رفع ضغط وسكر وكل اللي عايز تقوله. وفضلنا قاعدين على اعصابنا لحد نهايه الماتش. نروح بقى لبطل الدوري وزعيم انجلترا نادي مانشستر سيتي اللي كان بيلاعب نيوكاسل في ماتش انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. السيتي بيبدا الماتش من غير مايسترو نص الملعب عندهم رودري اللي كان غايب للاصابه بسبب اصابته في ماتش ارسنال، وزي ما توقعنا غياب رودري له تاثير كبير جدا على مانشستر سيتي. كالعاده الماتش بدا بضغط من السيتي، وفي الدقيقه 35 جريليتش بيعمل اسيست لجافارديول اللي بيتحول لجناح وبيلف
بيلم المدافع واحده بشماله وبيحطها بيمينه ولا اجدعها جناح عشان يحط الهدف الاول لمانشستر سيتي. ولكن محتاجين نقف شويه هنا مع جفارديول، واللي حرفيا جوارديولا لعبه في مركز الباك الشمال ولعبه في مركز السنتر باك ولعبه في نص الملعب ولعبه جناح. تقدر تقول ان جفارديول دلوقتي حرفيا لاعب متكامل بيأدي الدور بتاعه في اي منطقه بشكل مثالي، ناهيك عن ان كل كره بتطلع متشاطه من رجله بتبقى رايحه بين الثلاث خشبات وانت وحظك يا صدتها يا دخلت جون. وفي الماتش ده كمان بنشوفه بيرقص المدافعين جوه منطقه الجزاء ويحطها بشكل ولا اروع. فلو انت لسه بتتفرج على كوره جديد فممكن يتهيالك ان جفارديولا اصلا ما يعرفش حاجه عن الدفاع وبيلعب مهاجم بقاله 10 سنين. بعدها على طول بنشوف كوره ثانيه وغلطه من حارس المرمى بوب بيقطعها جندوجان وبيحاول يسقطها في الجون ولكن ما بيعرفش، وبيضيع جندوجان فرصه محققه للهدف الثاني. والحقيقه تقال يعني جندوجان من ساعه ما قضى موسم في برشلونه ورجع للسيتي وهو مش في مستواه. ويبدا الشوط الثاني وبعد 10 دقائق بس بيجي انفراد لجوردان اللي بيرقص فيها ايدرسون وبياخد فيها ضربه جزاء عشان يعدل النتيجه ويسجل هدف التعادل لنيوكاسل. وبعدها عينك ما تشوف الا النور، السيتي بيستحوذ على الماتش ده واستحواذه بيوصل لحد 70% ولكنه ما بيقدرش يسجل الهدف الثاني. الماتش كان غايب عنه ربط خط النص بالهجوم اللي كان واضح جدا بسبب غياب رودري، على الرغم من وجود جندوجان في نص الملعب، ولكن هو الحقيقه مش في مستواه خالص عشان ينتهي الماتش بالتعادل ويبقى التعادل الثاني على التوالي للمان سيتي. وعلى الناحيه الثانيه وعلى غير العاده خالص في المواسم اللي فاتت تشيلسي بيقدم لنا نسخه ممتعه وقويه جدا مع انزو ماريسكا، نسخه بيقودها النجم الانجليزي صاحب ال 22 سنه ابن مدرسه مانشستر سيتي كول بالمر، واللي بالمناسبه هو صاحب الاربع اهداف اللي سجلهم تشيلسي على برايتون وفوزوا بنتيجه 4-2. شفنا تشيلسي بيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه من بدايه الموسم مع تغيير بسيط بس من انزو ماريسكا، هو انه بيبدا بجادون سانشو. الماتش بدا بضغط من تشيلسي وعلى عكس سير الدقائق الاولى تماما برايتون بيضغط ويسجل هدف في الدقيقه السابعه عن طريق خروج خاطئ لحارس المرمى روبرت سانشيز، عشان بعدها يضغط تشيلسي تاني وفي هجمه مرتده لجاكسون بيعمل اسيست لكول بالمر عشان يسجل هدف التعادل لتشيلسي. ما يعديش 10 دقائق ومحاوله لجادون سانشو بياخد فيها ضربه جزاء عشان يسجل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي. بعدها بثلاث دقائق فاول من بعيد شويه لصالح تشيلسي، ولكن كول بالمر بيشمعها في الزاويه التي يسكن فيها ابليس وبيسجل واحد من اروع الاهداف في الجوله كلها. بعدها يجي رد سريع من برايتون وفي غفله من دفاع تشيلسي اللي كان مريح شويه، وبرايتون بيقدر انه يسجل الهدف الثاني عشان تبقى النتيجه 3-2 لتشيلسي. بالمر قال لك معلش انا عايز اطلع من الشوط ده مأكد على التقدم ومش عايز وجع دماغ، خد الكره سنتر قال لك معلش بقى انا عايز اسجل الهدف الرابع. سانشو بيرمي له الاسيست بيشمعها في الزاويه الضيقه وبيسجل الهدف الرابع عشان يسجل سوبر هاتريك في اول شوط من الماتش. شايف يا مدفعجي منك له الماتشات بتخلص في الشوط الاولاني، مش انا افضل قاعد بحروق دمي وقاعد على اعصابي لحد اخر ثانيه في الماتش. انزو ماريسكا من ساعه ما مسك الفريق وفي تحسينات واضحه جدا على تشيلسي، وكمان بيقدر انه يؤدي ويلعب بجوده كويسه جدا. وجود كول بالمر كمان في الفريق واعتماد ماريسكا عليه على جدا من سقف طموحات تشيلسي وجماهير تشيلسي. يا راجل كفايه ان ابو تريكه ما بقاش يمسكهم في كل استوديو تحليلي ويعمل منهم بطاطس محمره. اما على ليفربول واللي كان بيقابل وولفرهامبتون قدر انه يفوز بنتيجه 2-1. الماتش بدا بضغط من الولفز على غير المتوقع الحقيقه، ولكن ما كانش فيه اي تهديدات او خطوره على مرمى ليفربول. مع نهايه الشوط الاول ليفربول بيحاول في كوره من سوبوزلاي ولكن حارس المرمى بيشيلها باعجوبه. بعدها بيحاول ليفربول في كوره ثانيه بعرضيه بيسجل منها كوناتي الهدف الاول عشان ياكد على تقدم ليفربول قبل نهايه الشوط عشان يبدا الشوط الثاني، وفي الدقيقه 56 بيسجل ايات نوري هدف التعادل للولفز. ليفربول يسكت قال لك لا. بعدها بخمس دقائق ليفربول بياخد ضربه جزاء بيسجلها محمد صلاح عشان يسجل الهدف الثاني، وما بيحصلش اي حاجه لحد نهايه الماتش وبيخلص الماتش على هذا الحال بتقدم ليفربول 2-1 وبيقدر انه ياخد 3 نقاط من ملعب ولفرهامبتون. وبكده يبقى ليفربول متصدر الدوري ب 15 نقطه، فرق نقطه واحده بس عن مانشستر سيتي وارسنال اللي عندهم 14 نقطه. السيتي في المركز الثاني وارسنال في المركز الثالث بفرق الاهداف، وتشيلسي في المركز الرابع ب 13 نقطه. يعني تقدر تقول ان جدول الدوري مولع. نروح بقى لماتش قمه الجوله اللي جمع ما بين مانشستر يونايتد وتوتنهام اللي اتلعب على مسرح الاحلام اولد ترافورد. بص يا باشا الماتش ده ما حصلش فيه اي حاجه غير ان تين هاج ومانشستر يونايتد قرروا ان هم ما يجوش الماتش، وتوتنهام لعب لوحده وسجل 3 اهداف. في الدقيقه الثالثه فان ديفين المدافع بيقطع كره من راشفورد بيروح بيها من الجون للجون من غير ما اي حد يقول له السلام عليكم حتى، وبيلعب اسيست عشان يسجل جونسون الهدف الاول. برونو لقى توتنهام مسيطر تماما في الشوط الاول، في نهايه الشوط قال لك انا مش عايز اكمل الماتش ده وراح اتطرد في كره عبيطه اشترك فيها مع ماديسون. بدانا الشوط الثاني في الدقيقه 47 كولوسوفسكي بيسجل الهدف الثاني وبيخلص الماتش تماما عشان يكمل توتنهام في سيطرته، ويجي في الدقيقه 77 سولانكي بيسجل الهدف الثالث ويخلص الماتش بنتيجه 3-0. نيجي بقى لوضع تين هاج مع مانشستر يونايتد. هل تين هاج ده ماسك حاجه على الاداره؟ طب هل الاداره عندها مشروع بتحاول تبنيه فان شاء الله السنه اللي جايه او اللي بعديها او اللي بعديها او الله اعلم هتبقى امتى تين هاج هيقدر انه يقدم حاجه مع مانشستر يونايتد، ولا هتستمر الاهانه؟ جماعه انتوا لو شفتوا منظر واير روني وهو قاعد في المدرجات يصعب عليكم والله. نروح بقى للليجا والدوري الاسباني، والكلام هنا هيطول شويه عشان الكلام هنا عن برشلونه اللي كان بيلعب اوساسونا في ملعبهم السادار، مباراه يسال عنها بالكامل وعلى غير العاده مستر هانز فليك. بص يا باشا انت عندك اصلا نص ملعبك مصاب، تلعب بشويه عيال لسه داخلين المدرسه
قريب وقلنا ماشي، عامل توليفه وماشي شويه العيال دول مع بعض وربنا يستر وقلنا تمام، بتلعب باداء ولا اروع والدنيا ماشيه زي الفل. حبكت بقى المداوره دلوقتي، حبكت تعمل مداوره وتنزل 2 3 4 5 من على الدكه مش ماشيين مع بعض اصلا. اولا عندك لعيبه راجعه من الاصابه قريب، جافي وداني اولمو وفرينكي دي يونج ورونالد اراو. ثانيا العيال دي مش كلها لعبت مع بعض فكانوا بيلعبوا هم تايهين، وغير ده كله مقعد رافينيا ولامين يامال وبالدي وكاسادو. فانا مش انت بتلعب بمين بقى؟ لقينا باو فيكتور وجيرارد مارتين وسيرجي دومينجيز وحاجه كده اللي هو صباح الفل، يعني كلها عيال صغيره. ده غير انك منزل اسوأ لاعب في الفريق حرفيا فيران توريس. تخيل بقى ان شويه اللعيبه اللي قلناهم بتاع لامين يامال وكاسادو وبالدي دول بقى ليهم تاثير كبير على الفريق، ودي حاجه تفرح وحاجه تزعل في نفس الوقت. تفرح ان بقى عندك لاعبين شباب تقدر تعتمد عليهم ومدرسه بتطلع لعيبه ناشئين على مستوى عالي جدا، وتزعل لانك بتفتكر ان مفيش لاعبين خبره في الفريق لانك مش عارف تعمل صفقات والوضع الاقتصادي والمادي السيء واللا بلا 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 الكتير اللي احنا عارفينه ده. ولكن في المجمل العام هو كان ماتش للنسيان الحقيقه لبرشلونه، على الرغم من استحواذ برشلونه وانه كان ماسك الكره طول الوقت، ولكن برشلونه ماسك الكره وساسونا بيجيب اجوان. في الدقيقه 18 بوديمير بيسجل الهدف الاول لوساسونا عن طريق كره عرضيه طلع خدها من وسط الدفاع والناس كلها واقفه بتتفرج عشان الحكم يكمل علينا، وحرفيا كره باينه للاعمى واستخلاص كان بفاول. الحكم بيسيب الكره ويكمل واللاعب بيروح انفراد وبيلم الواد بنيا حته لمه وبيسجل الهدف الثاني. ومحتاجين نقف مع الجول ده لان الكره باينه قوي ان هي فاول، وفي الاعاده برده باينه ان هي فاول. ما تعرفش الحكم ما رجعش للفار ليه، وحتى الفار كلم الحكم. ويبدا الشوط الثاني وباو فيكتور كده بيرمي واحده من نص الملعب ضعيفه ولكنها بتروح عكس اتجاه الجون، فالجون بيغلط وبتخش وبيسجل برشلونه الهدف الاول. فيران توريس بيعمل كره حلوه لوجه الله لاول مره وبيعدي من واحد والتاني، ولكن قرر بعد ما عدى قال لك انا خلاص بقى تعبت وراح حاططها في جسم الجون عشان يرفض يسجل هدف ولا اروع. بس نقول ايه، العبيط عبيط. بعدها قرر فليك انه يعمل تغيير ويدخل لامين يامال ورافينيا في الدقيقه 60، بعدها ب 10 دقائق يعمل تغيير تاني وينزل بالدي وكاسادو، ولكن للاسف كان الوقت اخر عشان يا عيني ما بيلحقوش يعملوا حاجه. الناشئ سيرجي دومينجيز بيدي ضربه جزاء لاوساسونا عشان يسجل بودومير الهدف الثالث. في الدقيقه 84 بيسجل اوساسونا الهدف الرابع عن طريق صاروخ من بره منطقه الجزاء، ما بيعملهاش حاجه انياكي بينيا. عشان بعدها لامين يامال قال لك بما اننا مش هنكسب الماتش فخلينا احط واحده ارتو من بتوعي اخد عليها كريدت وخلاص. وبينتهي الماتش بنتيجه 4-2 لاوساسونا عشان دي تبقى الخساره الاولى لبرشلونه في الدوري بعد 8 جولات. ولكن الحمد لله برشلونه ما زال متصدر الدوري بفرق 3 نقط عن ريال مدريد. ريال مدريد قال لك ايه بقى، بما ان برشلونه خسر من اوساسونا فاحنا نعمل واجب وجدعانه انا والاتليتيك اخويا في ديربي مدريد ونتعادل 1-1. مباراه كانت ممله جدا والفريقين كان باين جدا عليهم التحفظ. يمكن الحدث الاكبر في الماتش ده اصلا الخناقه اللي حصلت ما بين جماهير الاتليتيك وكورتوا. ميليتاو بيحط جون في الدقيقه 64، كورتوا بيضحك ضحكه مستفزه كده لجماهير الاتليتيك، قاموا حاطين عليه ولاعات، راح موريها للحكم، راح الحكم وقف الماتش شويه. التوقف ده عمل ايه، خلى لعيبه الاتليتيك خدت نفسها وسيميوني راجع نفسه وقعد ينزل يتحايل على الجماهير شويه هو واللعيبه عشان خاطر يكمل الماتش. بعد ما اللعيبه دخلت لغرف الملابس الحكم رجع وكمل الماتش عادي جدا. وفي الدقيقه 5 من الوقت بدل الضايع كورنيا بيسجل هدف التعادل لاتلتيكو مدريد في اخر ثانيه، وبينتهي الماتش بالتعادل الايجابي 1-1. ماتش كان ممل جدا زي ما قلنا وما كانش فيه احداث كبيره ولا هجمات خطره غير بس فالفيردي كان كل ما يتزنق يشوط من على خط المنطقه. وبصراحه انا بحب الواد فالفيردي جدا وبحب الشوطه بتاعته مهما كان هو شايط منين الكره رايحه ما بين الثلاث خشبات. ولحد هنا نكون وصلنا للنهايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه، وما تنساش تتابعنا على باقي المنصات. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.